بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. وإيه حكاية الدقيقة 20 والدقيقة 74 اللي بتظهر في مدرجات النادي الأهلي ونادي الزمالك كل ماتش؟ فيه ناس لسه بتسأل في إيه. عام 2012 وبالتحديد في شهر 2 بتحصل أكبر مجزرة في تاريخ كرة القدم في العالم كله. مشجعين الأهلي راحوا يحضروا ماتش في مدينة بورسعيد، وحصل كارثة كبيرة جدا. افتقدنا من إخواتنا الأهلاوية 72 واحد، منهم أعمار صغيرة يبدأ من سن 14 وانت طالع. والقصة هي إن في 2 شباب راحوا ضحية أحداث ثورة يناير 2011. عشان كده هتلاقي الجمهورين من دقيقة 72 للدقيقة 74 رافعين الكشافات في أي مباراة، حتى لو ضد بعض ما بينسوش اخواتهم. مش بس الجمهورين القطبيين، ده عندك جماهير في الدوريات الأوروبية لحد وقتنا هذا بيدفعوا رقم 74. وعايز أضيف معلومة، في لعيبة مصرية اختارت رقم 74 على التيشيرت. أولهم أبو تريكة في نادي بنياس الإماراتي، كان إعارة موسم 2013. بعدها محمد صلاح كان إعارة لنادي تشيلسي. ليفرتونيو الإيطالي اختار رقم 74. وعمار متعب كان إعارة لنادي التعاون السعودي، لبس رقم 74. وعمرو وردة لبس رقم 74. وحسين الشحات مع العين الإماراتي لبس رقم 74. أما الدقيقة 20 سنة 2015 وفي نفس الشهر، شهر 2، وفي مباراة الزمالك وإنبي، بيحصل اختناق وتزاحم داخل ممر مصنوع مساحته أقل بكثير من العدد المتواجد من جماهير الزمالك. ويروح أحداث ضحية هذه التزاحم حوالي 20 أخ برضو، أعمار صغيرة وكبيرة. ومن بعدها في تفاهم في المدرجات المصرية بين القطبين في إحياء ذكرى الراحلين عن الجمهورين. وللأسف ضحية غدر وتخطيط. تيشيرت الزمالك متزين برقم 20، وتيشيرت الأهلي متزين برقم 74. مدرجاتنا متزينة بأشعار الكشافات في الدقيقة 20 و74. رحم الله أخواتنا وحبايبنا 20 زائد 74.